السلام عليكم يا متابعيني، صباحكم جنة مساكم جنة على حسب التوقيت اللي هتشوف فيه الفيديو. لو انت ماشي رايح المدرسة او رايح شغلك او رايح مشوار لازم تروحه واتضايقت وانت ماشي في الطريق، هتعمل ايه؟ هتاخد بعضك وترجع؟ اكيد لا. لو انت بتصلي وبتصوم وبتذكر ربنا لكن حسيت في وقت ان انت بتعمل كده بدون شعور، الحل فين؟ الحل في الخطوات اللي جايه. رقم 1، كمل طاعتك زي ما انت حتى لو مش حاسس الى ان يأذن ربنا سبحانه وتعالى بانك تشعر. رقم 2، ذكر لا اله الا الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا اله الا الله جلاء للقلوب. جلاء يعني ايه؟ اخواننا الشوام بيقولوا عم تجلي لصحون، يعني عم تغسلها. فلا اله الا الله تغسل قلبك، فعلى الأقل 100 مرة لا إله إلا الله في اليوم تغسل قلبك. والحاجة الثالثة مهمة جدا وقد تكون غريبة عند البعض، وهي رفه عن نفسك، يعني روح عن قلبك ساعة. اعمل حاجة بتحبها، مارس رياضة، اخرج مع أصحابك، اعمل هواية بتحبها، سواء كنت بتحب الرسم، بتحب التلوين، ايا كان نوع الهواية اللي انت بتحبها. انزل اتمشى شوية، روح كل ايس كريم او كل ايس كريم، ايا ما كان نوع الهواية. روح عن القلوب، روحوا عن القلوب ساعة. يعني مش طول الوقت قاعد بصلي في السجادة. ربنا سبحانه وتعالى قال: إن لنفسك عليك حق، ومن حق نفسك إنك تروح عنها. فحتى لو انت مش حاسس بالحلاوة الإيمان أو بحلاوة الطاعة، كمل وامشي وخليك مستمر. لا تتوقف عن العبادة أو عن الطاعة علشان انت مش حاسس. إنما أعمل ايه؟ امشي في طريق الطاعة وطبق الاستراتيجيات أو الخطوات اللي أنا ذكرتها. افهم صح علشان تكمل حياتك مع ربك ونفسك ومن حولك بسلام وسلام.